أول سؤال تسأله لنفسك، هل النسخة ديت بباسورد؟ أقول لك لا يا زميلي، النسخة من غير باسورد، والباسورد هقوله في آخر كلامي دوت. يعني قدامك نص دقيقة حرفيا والباسورد يكون عندك. تمام؟ يعني انا اقول الباسورد في اول الفيديو، هكتب لك تحت في التعليق الباسورد في الدقيقة كذا، يعني ما تقلقش. تاني سؤال تسأله لنفسك، هل انت حاطط في لينك مختصر؟ لا يا زميلي، لينك مباشر وفي قناة التليجرام، ولينك تاني من ميجا، على حسب انت بتحب تحمل منين. تمام؟ يعني اظن ان انا حرفيا كده مش بعمل معاك زي ما بقيت الناس بتعمل معاك. فكل طلب انك تنزل تحط لايك تحت، وتنزل تحط كومنت، وتشترك في القناة، وتشير الفيديو عشان يوصل لكل الناس. مش هطول عليك اكتر من كده، ويلا بينا نبدأ الفيديو. طيب، وفي العادة تسأل نفسك عن ايه هي حزمة النسخة. حزمة النسخة هي حزمة cn.com. تمام؟ حزمة سي ان، يعني سي ان واتساب. تمام؟ حزمة عادية، حزمة مختلفة، لا جي بي ولا حزمة خاصة يعني. طيب، النسخة ديت عندنا انا واخويا الحقدار، وشخص جدع جدا ويستاهل فعلا كل التقدير والاحترام. هتلاقوا قناته في النسخة، وحاول اسيب لكم قناته باذن الله في الديسكريبشن. طيب، هتفتح نسخة معاك بالشكل اللي انت تشوفه قدامك ده، هتلاقي فيديو شغال ورا. لو الفيديو كده مزغلل لك عيني زي ما مزغلل عيني، هنغيره دلوقتي في الفيديو. كل اللي هشرحه دلوقتي، اول حاجة هبدأ بزراير الفيروس، وهبدأ بالزراير المهمة، وفي الاخر هشرح الزراير اللي مش مهمة، اللي مش ناس كتير بتستخدمها. طيب، هتيجي على الثلاث نقط اللي فوق، اضافات افجر النسخة دي كده بتحمل كده في ثواني. عايز اقول لك نسخة ما بتهنكش نهائي. طيب، هتلاقي شات الحكمدار، شاتي، يوتيوب الحكمدار، واليوتيوب بتاعي. تمام؟ وده البروفايل بتاعك لو حبيت تغير فيه اي حاجة. تمام؟ ودي اضافات الحكمدار اوزكس، هتدوس عليها كده. ودي تحركات ال 3 دي بتاعت الشات. ودي تحركات النسخة، تقدر لا تغير فيها زي ما انت بتحب بقى. ودي تساقط التلج، بلغ تفعيل، هتلاقيها متفعلة اصلا اول ما تيجي تبدأ. عايزك تلغي تفعيلها عشان انا ما بحبهاش، وبحس ان هي بتقل النسخة. تمام؟ ارجع ورا كده، فضي مساحه. لو انت اندرويد 10 او اندرويد 11 بتجمع، بتكون المساحه عليهم تقيله، تقدر تفضي من عليه. على خش على زرار الفيروس، هتلاقي عندك زرار عدم التهنيج من الواجهه، وزرار عدم التهنيج من الكتالوج، زرار عدم التهنيج من فيروس الصور. طيب، زرار فيروس الصور ده لو قفلته الصور مش هتتنزل معاك، ولو فيروس اللوكيشن ده لو فعلته اللوكيشن مش اي حد بعت لك لوكيشن مش هيظهر معاك. دي للناس اللي مش فاهمه. لو انت فاهم طبعا الكلام ده كله بتنجز معايا في الكلام. طيب، دي عدم التهنيج ملفات، مش هتعرف تحمل ملفات. ولو دي لو فعلتها الكونكتات بتاعتك هتقفل. هي ليها بص ميزه وعيب. بتقفل لك الكونكتات، لكن بتحميك من ان حد يرمي عليك فيروس الكونكتات فتهنج وكده. تمام؟ فيروس اللينكات والميديا، طبعا كل ده احنا فاهمينه. ودي فيروس عدم قطع النت وظهار المزيد، وفيروس الويب، وفيروس الشات، وفيروس الاشعارات، وباقي الفيروسات عندك تحت، هي تظن انت بتعرف تقراهم يعني. تمام؟ طيب، اضافات الثانيه دي بقى في الريكوردات وكده وحاجات من دي، فاهم؟ لا، مش في الريكوردات، لا مؤاخذه. دي اعاده توجيه لكل الرسائل اللي في الشات، ودي رساله الصور بدقه الاصليه دي فعلها. وظهر علامات الصح في الرد وعكس الرسائل، وانهاء الرومات اللي هي دي بتصفي الرومات وكده. تمكين النص قابل للتحديد، وادمن فيك، وبيعرفك مين اللي بيرفعك وبينزلك. ودي بتخلي رقمك موثق. وبعد كده دي بتخلي النسخة بتاعتك ما تستلمش صور. ودي تخلي النسخة ما تستلمش رسائل. طيب، ارجع لورا كده. راستر النسخة، أسطر النسخة، مش راستر النسخة. دي الأسطر بتاع النسخة على حسب انت بتحب شكل ايه فيها. طيب، زراير التهنيج دي ملكش دعوة بيه خالص. وده إصلاح خطأ الدستور، وده زراير تهنيج قطع النت، ودي حرق النسخة بمكالمات. تمام؟ تزوير الريكورد، طبعا بتخلي الريكورد بقى أي شكل من الأشكال اللي انت شايفه قدامك دي. طيب، ارجع ورا كده. بص بقى، انت لو واحد بتاع مجال، فانت لحد هنا الفيديو معاك خلص، حرفيا الفيديو خلص. عايز تكمل معايا قشطة، مش عايز تكمل معايا لا. بس انا بقول لك لحد هنا الفيديو حرفيا خلص. اه الباقي بقى كله هيبقى شروحات عن الناس اللي مش فاهمه يعني ايه واتساب معدل. تمام؟ في ناس مش فاهمه يعني ايه اصلا واتساب جي بي، او مثلا حتى جولد ولا اي حاجه. فانا هبدا اشرح الحاجات التافهه الباقيه بس في السريع. طب، دي تخفي ان انت متصل، يعني لو اي حد يشوفك هيقول يعرف ان انت اوفلاين، ان هو مش فاتح واتساب. طيب، اظهار الصورة اكتر من مرة، لو حد بعت لك صورة عامل مرة تظهر لك اكتر من مرة واحدة. تعطيل اعادة التوجيه دي برضو فعلها. ان بتخفي ان انت شفت الستوري، ودي منع حذف الستوري، محدش يقدر يحذف الستوري دي، محدش يقدر يحذف رسايل. وديت استلام علامتين الصح بعد الرد، اللي هي لو حد بعت لك رسالة ودخلت الشات ما يظهرلوش ان انت شفتها غير لما ترد عليه. تمام؟ فكك من ده كله. دي تعمل ايه؟ باسورد للنسخة.
تمام من هنا، عشان لو انت لا مؤاخذة عايز تخفي حاجة كده ولا كده تعرف تخفيها. ارجع لورا كده عند الاباوت دي بقى حاجات تخصنا احنا، تمام، فكك منها. السيمات هنا لو عايز تحمل سيم من النسخة، ودي اعدادات اخرى. سيم اهوت عشان برضو الناس كانت بتسألني عليه. بص مش هشرحهولك عشان الحوار ده بيض اوي. اعدادات الشكل بقى دي ايه؟ فصل الشتات عن الرومات والحاجات دي كلها. اظن ان انا شرحتك اهم نقط، مش عايز اطول في الشرح الصراحه، ما اكدبش عليك. في حاجات كتيره ممكن اقعد اتكلم فيها، بس مش عايز اكمل. فاهم؟ بحس ان انا اديك الحاجات المهمه بس. طيب وده شكل الشات كده اهو. بص كده معايا. شكل الشات عندك حرفيا جامد، تقدر تغير برضو من شكل الشات. ماشي. عندك رومات هنا. تمام، ده روم المزعجين ستور، لو انت عايز تشتري متابعين وكده بقى تعالى نورنا هناك. تمام. ده كده شكل الرومات اللي بتخلي اسمك في النسخة. تمام، اسمك والديسكريبشن بتاعك فعالة برضو بتديك شكل حلو. وبس كده يا صديقي. دلوقتي بص، انت مستغرب ان انا بشرح النسخ بسرعة، لكن حرفيا النسخ مش محتاجة تتشرح، يعني هي مميزات اساسية وشوية مميزات تانية، فاهم؟ انت اكتشف بقى بقية الحاجة. تمام، لان انا مش زي بقية الناس بقولك هديك باسورد ومش عارف عملنا ايه وسوينا ايه. لا يا زميلي، انا بديك الحاجة بسرعة. تمام، عشان ننجز كده مع بعضينا الدنيا. غير ان انا مبرضاش احط لك باسوردات وحاجات من دي عشان انت ما تتضايقش وما تتقفلش. تمام. فانت بقى عايزك تقدر نقطة زي دي، يعني انا ما ولا بحط لك باسورد ولا بحط لك لينك مختصر، وبديك اكتر من طريقة تحميل. اظن ان مفيش حد بيعمل كده على اليوتيوب حرفيا، اللي بينزل اغلبيتهم يا بيحط لينك مختصر يا بيقول لك هديك باسورد ويقعد كل شويه يديك لينك. فانا لو ملقتش دعم بعد كده هبقى انزل بالشكل اللي هما بينزلوا بيه، لان انتوا تقريبا على ما اعتقد ما بتقدروش غير النقط دي. فانت شفت شكل النسخة ده عاملة ازاي، بص حرفيا ما بتهنكش. فمش عايز اطول عليك برضو في الكلام واطول عليك في الشرح، بس يا رب يكون الفيديو عجبك. مش تحط لايك واشترك في القناة، ويلا مع السلامة.